السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنعمل شغلنا كله بقلب البنجر أو الشمندر زي ما بيقولوا عليه. هنعمل منه النهارده شوية وصفات حلوة جدا، مع ان هو رخيص جدا في السوق ب5 جنيه وكيلو ونص ب10، مع ان هو غالي جدا وغني جدا بالفيتامينات والمعادن، وهنتكلم على كل فوائده. وهنعمل منه الكيكة الرائعة دي اللي اولادنا مش هيحسوا بيها عشان تبقى فايدة ليهم. وهنعمل منه مربى كمان البنجر، وهنعمل منه خلطة اللي هنعمل بيها الكيكة ونحتفظ بيها في الفريزر، وازاي نسلقه يطلع طعمه حلو جدا، ونعمل منه سلطات. يلا بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل أعمالنا صالحة خالصة لوجهك الكريم، ولا تجعل للناس منها شيء ولا الشيطان منها نصيب، وتقبل اللهم من بقبول حسن. ولو أول مرة تشوفي قناتي يا ريت تشرفيني بالاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. لو عجبك الفيديو بقى ما تنسينيش في اللايك وشير لأهلك وأصحابك وحبايبك، وتعليق جميل بيسعدني. لايك كتير كتير وشير كتير كتير عشان تعم الفايدة. ويلا بينا النهاردة عشان نشوف البنجر الجبار ده اللي عملنا منه شوية حاجات خطيرة جدا. يلا بينا. اول حاجه طبعا انا هبتدي اغسل البنجر بتاعي، بنضفه كده من فوق من تحت بالسكينه، وبمسك بفرشه الخضار بتاعتي وادعكه كويس. شايفين حتى بيطلع اللي هو الجلد البواقي اللي فوق دي كده من البنجر من قلب الفرشه بتاعتي، يعني مش محتاجه اقشره ولا اي حاجه خالص. هنضف البنجر بتاعي كله كويس وادعكه كده بالفرشه بتاعتي لحد ما اطلع اي طين او اي رواسب او اي حته مش عاجباكي، شيلها بالسكينه ونضفيها. خلصت كل كميتي كلها. انا جايبه حوالي 2 كيلو 2 كيلو وربع دول. هو كان بيتباع فيه منه ب5 جنيه، وفي منه الاتنين ب10 او كيلو ونص ب10، حسب المكان المتاح عندك او الموجود عندك. نضفته وغسلت البنجر زي ما انتم شايفين بقى كويس جدا معايا بالمنظر ده. هروح اغسله تاني بالميه التانية النضيفه تاني، مره كمان او مرتين لحد ما اتاكد ان هو بقى نضيف جدا وكويس معايا. بعد ما غسلته هاخد الكميه النص الكميه اللي انا هسلقها، وحطيت عليها معلقتين كبار من السكر عشان لما يتغلي ويتسلق يتاكل كده يبقى طعمه مسكر كمان وجميل جدا. والكيلو التاني اللي فاضل معايا انا هبشره او هضربه في الكبه زي ما انت عايزه. انا بشرته في مبشره الكبه بتاعتي. عايزه تقطعيه في الكبه تقطيع صغير مش هتفرق، اي حاجه اللي متاح عندك اعملي معاه. خلصته بالمنظر ده كده ونزلته في الكبه، وهبتدي انزل على الكيلو اللي معايا ده بحوالي كوبايتين من السكر. هنزل عليه كوبايتين من السكر واديله تقليبه كده. انا عايزه ايه ان هو يتغلف بالسكر بتاعي عشان يتعمل زي مربى كده، يبقى مسكر معايا. يعني كان هاخد منه كميه اللي هعمل بيها الكيك بتاعتي، وكميه تانية هعمل بيها المربى بتاعتنا. انا كمان بحب احط عليه كمان جزر، فمعايا نص كيلو كمان من الجزر هبشره كمان واحطه عليه. هقلبه بس تقليبه كده ان هو يتغلف كده بالسكر بتاعي، على ما ايه ما اجيب كميه الجزر بتاعتي كمان وايه ابشرها عليه. خلاص بشرت الجزر بتاعي برضو في قلب الكبه بتاعتي، وهبتدي انزل عليه على البنجر وهقلبه تقليبه كويسه واحطه على النار لحد ما ايه ما قوام كده. هو كده بينزل سوائل، انا مش هستنى ولا اركنه ولا اسيبه ينزل سوائل ولا حاجه. انا مش عايزاه ينزل السوائل اساسا بتاعته، انا عايزه اجفف السوائل الميه اللي هتنزل منه. هو ما شاء الله في نسبه سوائل عاليه جدا وفي نسبه الياف ومفيد جدا بدرجه لا تتخيلوها البنجر ده. فانا حبيت ان انا اعززه كمان بالجزر كمان واحطه عليه. هديه تقليبه كويسه وابتدي احطه على النار. هتلاقي حتى دلوقتي فيه نسبه سوائل لحد ما يتماسك معاه. شايفين السوائل اللي نزلت منه قد ايه؟ هسيبه نص ساعه على درجه حراره متوسطه لحد ما ايه ما السوائل بتاعته تتبخر ويبتدي ايه، بصوا ابتدى يغلي معايا عامل ازاي. هيبتدي بقى يتماسك معايا. انا خدت الكميه وبعد ما بردت معايا اخدت منه جزء منه اللي هو الجاف كده اللي هعمل منه كيك، وقطعت منه بالمنظر ده. عايزه اقول لكم طعمه خطير جدا ومسكر جدا ومش محتاج اي حاجه، يا دوبك عصره ليمون عليه والاولاد بياكلوه طعمه حلو قوي. ودي الكميه اللي انا هاخدها اللي انا هعمل منها الكيك، وهحتفظ بالباقي في الفريزر. وبقيه اللي اتسلق هحتفظ بيه بميه السليق بتاعته في قلب علبه في التلاجة، يقعد معاكي بالشهر وهو زي ما هو. تاخدي منه تعملي السلطات تعملي اي حاجه. اللي اتفضل معايا ده اللي انا هعمل منه المربى. هو عايز اقول لكم بعد انا بحب اضيف على المربى ده بتاعه كيس من الجيلي من الفراوله. دي حاجه اختياري ممكن تحطيها وممكن تستغني عنها. انا احط كيس جيلي من الفراوله واقلبه فيها وهو سخن كده لسه عشان الجيلي يدوب معايا. عايزه تستغني عن الجيلي استغني عنه، طعمه حلو جدا من غير اي حاجه. عايزه بقى تحطي فانيليا تحطي عود قرفه، المنكهات اللي انت عايزه الريحه اللي انت عايزه تحطيها حطيها عليها. انا حطيت الجيلي فما احتجتش ان انا احط ولا فانيليا ولا اي حاجه خالص. طعمه كان رائع جدا. وبعد ما بريت طبعا عقمي برطماناتك وشيليه في قلب البرطمانات، واولاد هيحبوه جدا. المربى بتاعته طعمها حلو جدا. اما بقى الكميه اللي فاضله دي انا هعمل بيها جزء من هعمل منها النهارده كيك، والباقي هحتفظ بيه برده برطمانات في قلب الفريزر او اكياس. وقت ما تحبي تحطي تعملي الكيك اعمليها. هبتدي احط على المربى بتاعتي عصره نص ليمونه. عايزه اقول لكم بتدي تيست حلو قوي الليمونه مع المربى كده البنجر،
سنة مزازة، وفي نفس الوقت عشان الحديد اللي فيها جسمنا يستفيد بيه، ما يتحولش لنسبة أملاح موجودة في جسمنا. فلازم أي حاجة فيها حديد نحط عليها نقطة فيتامين سي أو فيتامين سي عصير كده، عشان خاطر جسمك يستفيد بيه. هعبي طبعا المربى بتاعتي في قلب البرطمانات. هنبتدي نشتغل في الكيك بتاعي. انا معايا طبعا نص كوبايه من السكر، لان البنجر بتاعي متحلي وعليه سكر. عايزه تزودي كميه السكر تخليها كوبايه ماشي. معايا كوبايه من الحليب. انا طبعا السوائل بتاعتي هتاخد كوبايه ونص، بس انا دلوقتي هستخدم كوبايه، وهقول لكم هستخدم الباقي ازاي. وهسيب لكم المقادير كلها ان شاء الله في صندوق الوصف. حطيت بقى كوبايه من اللبن، هعاير كمان كوبايه من البنجر بتاعي دوت، اللي انا عملته الخليط اللي انا عملته كوبايه منه. وهنزل عليها كمان. انا هبتدي احط لكم كل المقادير ان شاء الله في صندوق الوصف، بس انا حابه اديكم دلوقتي، هوريكم دلوقتي ازاي، وحابه ان انا اتكلم معاكم على الفوائد بتاعته، ان هو ازاي مفيد جدا لاولادنا، للنمو بتاعهم للمخ كمان بتاعهم، بيعلي نسبه الذكاء، ومفيد جدا للقلب، لامراض القلب، وبيمنع الجلطات، ومفيد جدا للجهاز الهضمي كمان. بص يعني فيكي، بصوا عباره عن صيدليه كامله البنجر ده، والله مهما اتكلم على الفوائد بتاعته لا تتخيلوها. نزلت باللبن وحطيت بضايه كمان، حبه بيضه كبيره، تكون حبه كبيره كده. عايزه تحطي بيضتين حطي بيضتين زي ما انت عايزه. حطيت معلقه من الفانيليا، وكمان نص كوبايه من السكر، ولو انت بتحبيه متحلي اكتر خليه كوبايه من السكر، بس انا مش بحب السكر بتاعه يكون عالي. ضربتهم في الخلاط وانا سايبه فتحه الخلاط بتاعه الشفشه بتاعي مفتوحه. نزلت بس اللي كان بقيت فيه ده، اللي هو بقيه البنجر. عايزه اقول لكم اعملوا الكيكه دي وما تعملوهاش قدام اولادكم، محدش هيعرف والله ولا هيصدق ان هي معموله بالبنجر. طعمها رهيب جدا، ومش باين فيها طعم البنجر اطلاقا ولا الجزر. معايا كوبايه الا ربع من الزيت هنزل بيها كمان. هبتدي اضرب الخليط بتاعي ده في الخلاط كويس جدا، وانا سايبه فتحه الخلاط دي مفتوحه عشان يدخل هوا وتبقى الكيك بتاعتي هشه. هبتدي اجهز المواد الجافه بتاعتي. معايا كوبايتين ونص من الدقيق ونص كوبايه من الكاكاو، يبقى اتنين ونص من الدقيق ونص من الكاكاو، واحط عليه الكيس بيكنج باودر كامل. وطبعا ما ننساش طبعا رشه الملح بتاعتنا. وهحط كمان بيكربونات الصوديوم. هحط ربع معلقه صغيره من البيكربونات الصوديوم. كده حطيت الملح، هنزل بالبيكربونات الصوديوم. بتخلي لون الكيك غامق كده، ولون الشوكولاته فيه واضحه وتبقى جميله. هبتدي انخل الدقيق بتاعي ده، هنخله كويسه مره او اتنين على حسب ما انت ما بتحبي. هنخل يبقى كده المواد الجافه بتاعتي جاهزه. هبتدي اقلب كل المواد بتاعتي كده عشان تتجانس كلها مع بعضها، وابتدي انزل عليها بالمواد السايله بتاعتي. طبعا في وقت ما انا بحضر الكيك مولعه الفرن بتاعي عشان يبقى سخن سخن مسبقا. دهنت الصينيه بتاعتي بالزيت، وخدت من مسحوق الكيك بتاعي عادي جدا، او كاكاو، بس انا بحب اخد من مسحوق الكيك عشان يبقى فيه نسبه كاكاو، تبقى الكيكه من تحت مبقاش فيها دقيق كده ابيض، بس يبقى لونه شوكولاته كمان. جهزت الصينيه بتاعتي وولعت الفرن بتاعي، واحط كمان معلقه كبيره من الخل على المكونات بتاعتي. وطبعا لسه في نص كوبايه ميه او لبن زي ما انت عايزه. انا هحط نص كوبايه ميه كمان، بس مش هقول لكم دلوقتي هحطها امتى. هبتدي انزل المواد بتاعتي كلها واقلب الدقيق بتاعي. شايفين بقى مكان الخليط بتاعي اللي في الخلاط ده، هحط بقى فيه نص كوبايه الميه بتاعتي، وانزل كل الخليط اللي موجود معايا عشان ما يبقاش فيه اي حاجه في الخلاط. يبقى انا كده نزلت كل الخلاط اللي فيه واستفدت بيه بنص كوبايه الميه او اللبن. انا حطيت ميه، حابه تحطي لبن زي ما انت عايزه. هقلب الخليط الكيك بتاعي بقى خلاص معايا كده. شايفين؟ وعايزه اقول لكم لونها وريحتها جميله جدا، وطعمها تحفه. والله طعمها جميل جدا فوق ما تتخيلوا، غير القيمه الغذائيه اللي موجوده فيها لاولادنا اللي محتاجينها في ايام الدراسه في الايام اللي احنا فيها دي بصراحه. عايزه اقول لكم كمان البنجر ده مفيد جدا للناس اللي هو منخفض، في اللي بتعمل رجيم كمان. في نسبه السعرات الحراريه بتاعته منخفضه جدا. يعني ثمره واحده بس من البنجر فيها نسبه 87% من الميه، ونسبه 8% من الكربوهيدرات، و3% من الالياف. فمفيد جدا فعلا للناس اللي بتعمل رجيم، مفيد جدا ليهم. يعني بصوا فيه قيمه غذائيه عاليه لكل حاجه بصراحه، للانيميا والحديد، نقص الحديد، لمرضى السكر كمان مفيد جدا ليهم. خلصت بقى الكيك بتاعتي، وهنزل بيها الخليط بتاعي في قلب الصينيه بتاعتي. وطبعا الفرن بتاعي شغال على درجه حراره 170. الكيك بتاعتي هتقعد معايا ساعه الا ربع، وقبل ما اطلعها هختبرها بالخله. بجد لازم تجربوها وقولوا لحبايبكم كلها على الوصفة دي، بجد عشان تعم الفايدة على الكل. بجد طعمها رائع جدا والله خطيرة. واكتبوا لي يا ريت تعملوا يعني طبقوا تطبيقاتكم دي كلها، وقولوا لي ايه رأيكم، ويا ريت تكتبوا لي في الكومنت. قولوا لي بجد رأيكم في الوصفات ايه، وطلعت طعمها ايه معاكم. ولو في حد عنده وصفة في البنجر ممكن حد يستفيد بيها اكتبوا لي، عشان نفيد بيها بعضينا في الوصفات بتاعتنا. خلاص الكيكة الصينية بتاعتي اديتها خبطتين، ودخلتها الفرن بتاعي زي ما انتم
شايفين ما شاء الله عليت ازاي. اختبرتها بالخل قبل ما اطلعها، وبعد كده طفيت الفرن وسبتها 5 دقايق. بعد ما طفيت الفرن بتاعي، بعد ما بردت، قلبتها بقى معايا على الشبكه بتاعتي، وابتدي اقطعها واوريكم جمال الكيكه، ريحتها والهشاشان اللي فيها هشه ازاي، وطعمها رائع جدا. محدش يتخيل ان دي معموله بالبنجر خالص. بجد والله لازم بجد تجربوها وتقولوا لاولادكم عليها ان هي طعمها جميل جدا، وما تحدش يقول ليهم ان هي بالبنجر. عملناها الكيك، وعملنا معانا المربى، وازاي احنا نسلقها بتبقى طعمها جميل جدا من غير اي حاجه، بالسلطات كده لاولادنا. يا رب يكون الفيديو النهارده يكون حلو وعجبكم. ولو استفدتوا منه يا ريت ما تنسونيش في اللايك وشير لاهلك واصحابك وحبايبك، وتعليق جميل بيساعدني. ومستنيه تطبيقاتكم واشوفكم فيديوهات تانية. واقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع امانته في رعايه الله وحفظه حبايبي. مع السلامه.